طبعا يا دكتورة انت فاكراني مجنون. هيئتي وشعر الابيض عمرهم ما يوحولك ان انا عندي 25 سنة. بس التجربة اللي انا مريت بيها تجنن اي حد. هنروح بعيد ليه؟ ما تيجي احكيلك على التجربة اللي حصلت معايا، وهنبدأها بالتحذير اللي قالهولي يا عم رشدي. انت خلاص بقالك فترة معانا، وعايز اقولك ان انت هتمسك الوردية المسائية دي من بعدي. بس زي ما قلتلك، اوعى اوعى يا عمر تفتح القفل اللي على الباب الحديد. حتى لو سمعت اي حد بيطلب المساعدة، حتى لو نده باسمك، اوعى تفتح الباب الحديد يا عمر. بسم الله، نبدأ حكاية جديدة. طول عمري مقتنع ان احنا مش لوحدنا. ايوه، احنا مش لوحدنا. حوالينا كائنات عمرنا ما شفناها، بس هما بيشوفونا. مش مصدقني؟ طب بص حواليك، في حواليك لعبة مرمية على الارض. طب هل انت فاكر ان انت حطيت اللعبة دي في المكان ده؟ مش ساعات بتقول ايه اللي جاب اللعبة دي؟ انا ما كنتش حاططها هنا. انت ايه عرفك ان انت الوحيد اللي بتلعب بيها؟ لبسك اللي انت رميه على الارض، ما جاش في بالك لحظة ان ممكن يكون حد واقف جنبه مسكه او حتى لبسه؟ المراية، المراية اللي بنقضي قدامها وقت طويل، ما جاش في بالك في لحظة ان في ممكن روح غريبة اتشكلت قدامك علشان تبان انها انت؟ مجنون؟ ممكن. انت او انتي مش اول ناس تقول الكلمة دي، بس انا لسه عند رأيي، وعندي حكايتي اللي هفضل احكيها لحد ما اموت، واعتقد انت كمان عندك فضول تسمعها. بس خد بالك، انت برضو مش هتسمعها لوحدك. لما اتخرجت من الجامعة كنت شاب زي اي شاب، طالع عايز اشتغل وعايز أأمن مستقبلي. بس اتصدمت بالواقع اللي موجود، ما كانش فيه شغل. اضطريت اشتغل اي شغلانة تيجي قدامي، لحد ما ربنا كرمني بوظيفة في مستشفى في مدينة طنطا. اسم المستشفى مش هيفرق معاك كتير. كنت مضطر اقبل الشغلانة دي علشان اصرف على اهلي، خصوصا بعد وفاة ابويا، وبقيت انا راجل البيت مكانه. الشغل كان مواعيده من 6 الصبح ل6 بالليل. في الاول اشتغلت في الريسبشن، لكن شغلانتي دي ما استمرتش غير شهرين بس. حصلت مشكلة مع حد كان داخل ومعاه حالة، وساعتها ادوني فرصة تانية، نقلوني لحراسة المشرحة مع عم رشدي. المشرحة دي كانت عبارة عن مبنى تاني ملوش علاقة بالمستشفى. كل شغلانته انه بيستقبلوا جثث وبعد كده بيطلعوها علشان اهاليهم يدفنوها. عم رشدي ده كان راجل كبير في السن، بس صحته حلوة. اول ما شافني بص للمشرف وقال له: ايه يا جمعة اللي انت جايبه ده شكله صغير، وده هيستحمل اللي بنشوفه هنا؟ يستحمل اللي بنشوفه هنا؟ انا كلامه قلقني، بس في نفس الوقت دي اخر فرصة ليا في المستشفى. الوضع بره وحش، ومش سهل الاقي شغلانة زي دي بمرتب ثابت. قلت له: لا يا عم رشدي، انا من ايدك دي لايدك دي. انا اصلا خريج تجارة، فهتلاقي مخي مفتح معاك، واللي انت عايزه انا هعمله لك. في الوقت ده كان عم رشدي بيفحصني من اول دماغي لحد رجليا، وحسيت انه مخبي عني حاجة. اول ما المشرف سلمني لعم رشدي ومشي، لقيت صوته عالي. قال لي: طيب بصلي بقى وفتح لي دماغك. الساعة في ايدك دلوقتي 11 الظهر. انا عايزك تروح وتريح، علشان شغلك معايا هيبدأ من 8 بالليل ل 8 الصبح، وانا طبعا مش جاي النهاردة. هديك شايف انا مطبق من امبارح، فانت هتشيل النبطشية النهاردة مع استاذ عامر. قرب مني كده وهو بيبرقلي، وما تاخدش منه اي تعليمات. شغلك هيبقى معايا انا، وتعليماتك هتبقى معايا انا. يلا روح دلوقتي البيت علشان تنام لك شوية وتجيلي فايق. طبعا انا كنت حزين، يومي هيطير ومش هعرف انام في البيت. بس صبرت نفسي، قلت هو احسن، انا كده كده ما بحبش الصحيان بدري ولا بحب الشمس. المهم روحت ونمت،
وجيت في معادي علشان اقابل استاذ عامر. كانت اول مرة اشوفه، يمكن ده علشان مواعيد شغل الجديد. انا كنت بشتغل في المستشفى الصبح وهو كان نبطشته بالليل، ولاحظت ان افراد الامن بتحترمه. ولما سألت عرفت سبب الاحترام ده. عامر بقاله 12 سنة في المستشفى، والراجل الوحيد اللي اقدم منه هو عم رشدي. المهم استلمت معاه شغل وكنا قاعدين، وعلى الساعة 12 بالليل الحركة هديت في المستشفى. أستاذ عامر كان كلامه قليل معايا قوي، بس مرة واحدة لقيته بيتكلم معايا وهو بيبص على التلفزيون. قال لي هم عايزين يطفشوك بدري ولا ايه؟ بصيت له وقلت له هو حضرتك بتكلمني؟ قال لما هكلم مين؟ جثث المشرحة؟ قلت له مش عارف، بس اكيد طول ما انا مع حضرتك ومع عم رشدي هيسمعوا عني سمع خير ان شاء الله. قال انت بتثبتني يعني؟ اتثبت انا كده. طب اتفرج على التلفزيون. اتفرج. شوح بايده وكان واضح ان هو عرف ان ادائي اوفر شوية. واحنا قاعدين سمعنا صوت عيل بيعيط. ببص ورايا الصوت كان جاي من الطرقة. لقيت عامر اتنهد وقال احنا بدأنا بدري النهاردة. قام وقف وهو بياخد نفس من السيجارة اللي كانت معاه، وكأنه مش عايز يسيب الفيلم الممل اللي كنا بنتفرج عليه. وصوت عياط العيل الصغير عمال بيزيد. لقيته اتعصب، قال خلاص يا عم جاي اهو. انا ما كنتش عارف هو بيكلم مين ولا رايح لمين. لما رجع كان عرقان وما تكلمش ولا كلمة، فضل باصص للتلفزيون تاني. كان معاه ولاعة عمال بيتكتك فيها وبيحاول يولعها، بس هي حلفة ما تشتغل. طبعا انا كنت عايز اسأله بس محرج منه. في الاخر قلت ما انا لازم اسأله. قلت له هو انت جايب ابنك ولا حاجة؟ لقيته ضحك وهو بيشاور لي بيقول ابني؟ ده انت خام خالص. اتفرج على الفيلم، بكرة عمك رشدي يحكي لك اللي بيحصل. ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل. حتى لما اشتغلت مع عم رشدي كان شغل حراسة بس، هو اللي بيتولى كل حاجة. يمكن عشان انا مش اجتماعي شوية، لقيته هو اللي بيقرب مني مع الوقت وبدأ يتكلم معايا. ما كنتش بلاحظ اي حاجة غريبة غير بس اصوات بتنادي بره، ودايما عم رشدي بينفض لها من عادته، ماسك موبايله وقاعد ماسك السيجارة في ايده التانية. في يوم كان بيتكلم معايا بيقول له انه بقاله 15 سنة في المستشفى دي وشاف فيها العجب، ويوم عن يوم بدأ يحكي لي اللي كان بيشوفه. قال لي لو قلت لك ان انا عندي 50 سنة مش هتصدقني. شعر الابيض والتجعيد اللي في وشي دي مش من اثر العمر، ده من اثر اللي شفته في المشرحة هنا، واللي مش هقدر احكيهولك. انت كده كده مع الوقت هتكتشفه، بس خليك دايما عارف ان انا وانت دلوقتي مش لوحدينا. قلت له يعني ايه مش لوحدينا؟ قال لي لا، انا عايزك تبقى ملقاط تفهمها وهي طايرة. احنا هنا بنتعامل مع جثث، اللي جاي مقتول واللي جاي محروق واللي غرقان واللي متعذب. فوارد تسمع جملة هنا، كلمة هنا. ده طبعا مش منهم، ده من اشباحهم. اول ما خلص كلامه سمعت صوت ضحكة عمري ما سمعتها قبل كده. قال لي ولا كأنك سمعت حاجة. بصراحة انا ريقي نشف. يعني ايه ولا كأنك سمعت حاجة؟ في صوت انا سمعه. قلت له وانا مرعوب طب انا عايز امشي من هنا يا عم رشدي، مشيني بدر النهارده. لقيته ضحك قال لي ومين اشتغل هنا ومش عايز يمشي؟ انا لما عرفت كده كنت عايز يمشي، بس زودوني في المرتب. انا باخد هنا ضعف الدكتور. مدير المستشفى عنده علم بكل اللي بنشوفه وبنسمعه، بس كتمه الله اعلم كتمه ليه. بس هو شهر واحد هيختبروك هتلاقي مرتبك بقى الضعف. ما جاتش بقى على ضحكة هنا او صوت هنا. طالما الموضوع ما فيهوش اذى سيب نفسك واعتبرها تمارين رياضية لقلبك. وقعد يضحك. الايام اللي جت بعد كده كنت بحضر النبطشية وانا مرعوب، بس فعلا كلام عم رشدي طلع مظبوط. بعد شهر واحد لقيت مرتبي زاد من 2500 ل5000. فرحت طبعا وحكيت لعم رشدي وقلت له فعلا انا مرتبي زاد الضعف. قال لي خلاص
انت بقالك فترة هنا، انت هتمسك الوردية المسائية دي من بعدي، بس زي ما قلتلك اوعى اوعى يا عمر تفتح القفل اللي على الباب الحديد، حتى لو سمعت حد بيطلب المساعدة او بينادي باسمك. بدأت الايام تعدي وانا بكتم الرعب جوايا وبفكر دايما في مستقبلي. عم رشدي مرتبه في الشهر 15,000 جنيه وما بيعملش اي حاجة، مجرد بس انه بيفتح الباب الحديد علشان يطلع الجثث. بصراحة الطموح عندي زاد، وبقيت افكر يوم عن يوم ان انا لازم ابقى اشجع من كده. كل يوم بعد 12 بالليل بسمع صوت ضحك وعياط، كل يوم نفس الخضة، وعم رشدي ماسك موبايله ومش فارق معاه حاجة، لحد اليوم المشؤوم اللي مش قادر انسى تفاصيله. وصلت الشغل متأخر، عم رشدي مكالماته زادت وانا كل شوية كنسل او ارد. قلت له يا عم رشدي الطريق زحمة، معلش استحملني شوية. وصلت الشغل على الساعة 10:30، دخلت من بوابات المبنى الصغير وكان مكتب عم رشدي منور. قلت لازم ارتب كلامي عشان اول ما اخش اقول له اي حجة على سبب التأخير ده. اول ما دخلت ما لقيتوش، قبل ما اطلع من الأوضة لقيته سايب موبايله على المكتب. طلعت كده علشان اشوفه هنا ولا هنا، فضلت ادور في الممرات وانا بنادي عليه، مفيش حد رد عليا. بس اللي لفت نظري الباب الحديد مفتوح، ولقيت فيه صوت طالع من جوه بيقول له عمر الحقني يا عمر. بصيت في الساعة لقيتها 10:30. استغربت، عم رشدي بيقفل الباب ده الساعة 9 بالدقيقة، وممنوع اي جثة تخرج بعد الوقت ده. رجعت المكتب وما اهتمتش، قلت اكيد بيمر هنا ولا هنا، واول ما هيجي هعرف هو كان فين. اول ما جت الساعة 11 لقيته دخل عليا بيقول لي انا قلت انك مش هتيجي النهاردة. قلت له معلش يا عم رشدي، انا جاي من الساعة 10 بس ما لقيتكش والطريق كان زحمة. قال لي انت الحجج بتاعتك كترت، بس ما علينا، النهاردة يوم لابس شكله من اوله. مش هكدب عليك، انا اول مرة في حياتي اخاف. عامر قال لي ان في جثة وصلت الساعة 7 كانت منتحرة وحطوها في المشرحة، والغريبة ان الغبي ده ساب الباب الحديد مفتوح. تعرف ايه اللي رعبني؟ ان انا قلت ارن عليه فسمعت صوت الرنة من جوه المشرحة. بيني وبينك دخلت سمعته جوه الأوضة عمال بينادي عليا، كلامه خوفني. قلت له وانا كمان سمعت نفس الصوت طالع من جوه المشرحة. اول ما خلصت كلامي نور المكتب كان بيرعش. عم رشدي قال لي كده النور هيقطع، تعال نطلع بره. قبل ما نطلع النور قطع، لقيت عم رشدي بيقول لي يلا بسرعة. طلعت وراه وانا مشغل كشاف الموبايل، وصوت العياط كان في كل مكان حواليا، جسمي كان بيتنفض. بس لاحظت ان عم رشدي اول ما لف الممر اللي قدامي عمال بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله يا حي يا قيوم. في الوقت ده انا كنت خايف الف وراه، يا ترى ايه اللي شافه. رجعت جري على اوضه المكتب وسامع عم رشدي وهو بيصور. قفلت عليا المكتب بالمفتاح، صوت صريخ عم رشدي لسه في وداني. قعدت في ركن في المكتب وكنت مرعوب، ومرة واحدة سمعت صوت خبط على الباب بتاعي. كان صوت عم رشدي، كان بيهبد على الباب بيقول لي افتح يا عمر، افتح ابوس ايدك، افتح يا ابني افتح. اخر جملة قالها وبعدين سكت. ما كانش عندي قلب ان انا افتح، ولو فتحت كان هيحصل لي ايه. الاصوات بدأت تزيد وانا مش عارف حتى امسك موبايلي، اعصابي كأنها مش موجودة. فضلت على صوت الضحك والصويت لحد الساعة 4 الفجر. مرة واحدة سمعت صوت بره على الباب بقول لي افتح يا عمر عايزك، انا عمك رشدي. صوته كان غريب، ده مش صوت عم رشدي. فضلت حاطط ايدي على ودني وانا مصمم ان انا مش هفتح الباب ده مهما حصل. الشمس طلعت ولقيت تليفوني بيرن، كان مدير المستشفى اللي بيرن عليا. فتحت وكلمته بصوت مبحوح، حكيت له على كل حاجة حصلت معايا. قلت له الحقني، هات اي حد من عندك وتعالى الحقني. قال لي عامر ورشدي ماتوا بالسكتة القلبية.
ودي بتحصل عادي يعني، ممكن يكون بسبب اللي بيتعاطوه. قلت له بيتعاطوه؟ انت بتقول ايه؟ ومين دول اللي ماتوا؟ قال لي بقول لك ايه، انت هتتعبني معاك، شكلك عايزني ادخلك في سين وجيم مع الشرطة. يا ابني خدها من قصيرها واطلع من الحوار ده، وطالما انت كويس هنرضيك. قلت له لا، انا هحكي اللي حصل ولازم الناس كلها تعرف ان المشرحة دي مسكونة. المشرحة دي هي اللي قتلت عامر ورشدي، وساعتها ما كانش قدامهم حل تاني غير انهم يطلعوني مجنون ودخلوني مستشفى الامراض النفسية والعقلية اللي انا فيها دلوقتي. ودي حكاية يا دكتور. طبعا يا دكتور انت فاكرني مجنون، بس اللي شفته ما كانش قليل، بس انا قادر اخليكوا تصدقوا. قلت له السرير اللي جنبي ده كان فيه شخص اسمه محمد عبد الغني، مات قبل ما اجي هنا بشهرين، وحضراتكم كنتم متابعين حالته. على فكرة هو قاعد على السرير دلوقتي وبيقولك يا دكتورة ان الزبادي اللي مامتك كانت بتعملها له وحشاها قوي. الدكتورة بصت لي باستغراب، قالت لي هو انت عرفت منين؟ انا فعلا كنت بديله الزبادي اللي ماما كانت بتعملها لي. قلت لها خليكوا دايما فاكرين احنا مش لوحدنا.